السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا نفرح مامتنا ونقدم لها هدية من اعمال ايدينا. هدية مش هتاخد مننا وقت خالص وهتفرح امهاتنا ان شاء الله. هنستخدم فيها غطا الجردل ده بالحجم اللي انتوا عايزينه، وعندي قطعة التل دي برضو هنستخدمها، ولو مش موجودة ممكن اورجانزا لو موجودة. هبدأ افرغ الغطا اللي عندي لان انا محتاجة الاطار الخارجي بس. فرغتها وخدت الاطار اللي انا محتاجاله. عندي السبراي الموف ده هرش بيه الاطار بتاعي اهو. بعد ما رشيته بالسبراي بقى عندي بالشكل ده. قصيت قطعة الطل على قد الاطار اللي عندي وهبدأ الزقها عليه. وطبعا في الخطوة دي خدوا بالكم من ايديكم لانها الشمع بيكون سخن جدا والطل طبعا كله فتحات، فخدوا بالكم. هنا محتاجين نشد التل كويس، لازم التل يكون مشدود خالص عليها اهو. بعد ما لزقت التل وبقى عندي بالشكل ده، طبعا زي ما انتم شايفين في زيادات في التل هبدأ اقصها. انا كان ممكن اتنيها لجوه بس انا مش عايزه كده، مش عايزه اي زوايد، وهتشوفوا في النهايه انا اقصد ايه. قصيت كل الاطراف وبشوف لو في جزء مش ملزوق كويس باكد عليه. بقى عندي بالشكل ده. عندي انا الستان بنفس اللون الموف، هبدأ الزقه على الجزء اللي انا لزقت عليه التل، يعني هيداري معايا كل الشكل ده وهيديني شكل كويس. وكمان هندعم بيه الغطا اللي معايا كويس او الاطار اللي احنا قصيناه ده كويس. اتمنى اللي وصل معايا للجزء ده من الفيديو يضغط لايك. عندي بقى الاستراس ده هلزقه فوق الجزء ده برضو. هتقولوا لي ليه طيب لزقتي الستان مادام هتضغطي ده اولا هتلزقي ده؟ اولا عشان هيدعم معايا الجزء بتاع الاطار كويس او الاطار كويس. وكمان الاستراس ده فيه فتحات كده هيبان معايا اللمعة الجميلة والشكل الجميل بتاع الستان. لزقت خلاص كل الاستراس اللي عندي بقى بالشكل ده. ده لولي كان ابيض وانا رشيته بنفس اللون اللي انا بنفس السبراي اللي انا رشيت بيه الاطار، وهبدأ الزقه على الجزء اللي فوق ده علشان كمان ما يبانش معايا ان هو يعني اللون الدارة برضو بالتل. انا عايزة اللون يكون واضح اكتر وكمان هيديني شكل اجمل، وبصراحة اللون عجبني قوي اهو. لزقته بقى عندي بالشكل ده، شكله حلو قوي وغير شكل الاطار بقى حلو جدا. عندي الورود دي انا عاملاها من الفوم، انا كنت عامله فيديو عنهم قبل كده وهبقى اعمل لكم فيديو تاني عن اشكال ورود مختلفه واشكال اوراق الشجر دي كمان. انا عامله كميه للفيديو ده ولفيديوهات جايه ان شاء الله. هنا بحاول بس انسق الالوان، ودي ورود صغنونه كده اضيفها في الفراغات. لسه ما استقرتش على الوان يعني. عندي انا هنا الورق الفضي ده شبه الورق بتاع الطواجن اللي هي بتبقى فويل دي، وبيبقى موجود في مكتبات كتير وموجود في اماكن كتير. هحدد عليه كلمة امي وانا معايا اللي في ايدي دي عصاية شيش طاووق، بحدد بس الكلمة علشان افرغها. انتوا لو مش موجود عندكم ممكن تستخدموا الفوم وتكتبوا بيه كلمة امي سواء عربي او انجليش زي ما انتوا عايزين. هبدأ افرغ بقى الشكل اللي عندي او الكلمة امي اللي انا حددتها اهي. بقت عندي بالشكل ده وعملت قلب بقى في النهاية كده دلع لمامي حبيبتي.
انا على فكرة ما لزقتش الورود لسه، استنيت لما الزق كلمة امي الاول علشان اشوف حجمها هيبقى قد ايه، علشان الشكل يطلع معايا في النهاية كويس. وهبدأ الزقها. متنسوش تضغطوا لايك للفيديو، اللايك بجد بيدعمني وبيخليني عايزة اشتغل اكتر وبيشجعني، فبجد ما تبخلوش باللايك. اهي خلاص بلزق الكلمة. وهبدأ بقى الزق الوردات. هلزق الوردة اللي في النص قصاد كلمة امي بالظبط، والوردتين جنبها. انا الوان الورود دي عجبتني اكتر من التانيين، فعشان كده استقريت ان انا هلزق الالوان دي. وهلزق كده على الاطراف اوراق الشجر. انتوا لو مش متوفر عندكم طبعا تقدروا تستخدموا اي ورود موجودة عندكم في البيت. بلزق طبعا الورود الصغننة دي في الاطراف. وعندي وردتين الشجر دي هلزقهم كمان بين الورود، هيدوني شكل حلو قوي، وفي نفس الوقت التزيين يبقى بسيط وهادي، مش بكتر التزيين او بكتر الحاجات اللي احنا بنعملها. كل الحاجات يعني كل الديكور بتاعنا ما يبقى هادي كده بيبقى اجمل وسيمبل. عندي قطعة الستان دي هعملها التعليقة بتاعة التابلو بتاعنا. نفس اللون وتبقى شكلها شيك اكتر. اهو خلص معانا التابلو بقى بالشكل ده، شايفين جميل قوي في منتهى الشياكة، وهيفرح امي ان شاء الله يا رب، لانها بتفرح لما بعمل لها حاجة بايديا هقدمها لها مع الهدية. اتمنى تقولوا لي رايكم فيه، قولوا لي رايكم بجد، كومنتاتكم بتفرحني جدا جدا. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، واللي اول مره يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصلوا كل جديد بقدمه في القناه. شايفينه وهو متعلق حلو قوي، والطل مش باين خالص، فكلمه امي كده شكلها حلو قوي، والوانه كمان جميله ومبهجه كده. اتمنى يكون عجبكم، متنسوش تقولوا لي رايكم. باي باي.